بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا، في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. حياك الله. نذكر متابعينا ومشاهدينا أننا في صدد استقبال مشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر موقع الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب، بادئ شيخنا، الفترة هذه نحن في صدد نهاية السنة، ويوافق هذا احتفالات مسيحية بما يسمى بالكريسماس أو احتفالات رأس السنة أو ما إلى ذلك، مما ينبغي للمسلم أن يتوخى الحذر فيه أو أن ينبه فيه، ووجب علينا في هذا التوضيح كي لا يقعون أو نقع جميعا في بعض المتشابهات أو الشبه حول هذه القضايا. بداية شيخنا، ما هو الكريسماس ومن يحتفل به وما أصل هذه التسمية ولماذا يحتفلون به؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن ندخل في موضوع الكريسماس احتاج فقط أن أنبه إلى بعض المداخل لهذه الحلقة حتى لا يختلط على الناس أمر دينهم. الأمر الأول هو أن الدين، أي دين، يقوم على ثوابت ومسلمات وعلى قضايا يعتقدها الشخص بأنها حق وما عداها باطل، وبأنها إيمان وما عداها كفر، وبأنها تدخل الجنة وما عداها يدخل النار. هذه طبيعة العقيدة، يعني طبيعة العقيدة وطبيعة الإيمان هذا. وهنا عندما نتكلم بهذه الصورة ليس فقط عند المسلمين، أي دين في الدنيا يرى صاحبه أنه هو الدين الذي ينجيه عند الله، ويرى أن المعتقدات التي يتبناها هي الحق، وأن ما عداها هو الباطل، وأنه هو على الإيمان والآخرين على الكفر. هذه طبيعة العقيدة، يعني إذا لم يكن أصلا واصل إلى هذا المستوى لا يسمى دين. فأنا أحب أن أنبه الناس ابتداء على أن هذا طبيعة التصورات، لأن بعض الناس يقلق وينزعج لما يسمع أنه والله الحق والباطل، الإيمان والكفر، الصواب والخطأ، فيتصور وكأنه يقول لك يا أخي أنت لا، نحن يعني تريد أن تمتلك الحقيقة. ليست هكذا. الدين طبيعته هكذا. طبيعة الدين أنه لا يمكن أن تقول إلا حق وباطل، إيمان وكفر، صواب وخطأ، وفق على كل ما عندك من تصورات. هذه بالنسبة لنا كما هي عند الآخر. فمثلا عندنا نحن عقيدة تقوم على التوحيد، مبنية على قوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في عقيدة مغايرة قائمة على التثليث، قائمة على التثليث. نحن نرى أن هذه العقيدة كفر، وأن من يتبناها لا يكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذه عقيدة باطلة. هذا ما نعتقده. الطرف الآخر من نفس المنصة، منصة دينية، يرى أنه هو على الحق بهذه الطريقة التي هو عليها، وأن الآخرين كفار، وأنه لا نجاة إلا عن طريق هذا التصور. هذه طبيعة التصورات أولا الدينية، حتى الناس تكون إن شاء الله على بينة. وبالتالي لما أنت تتبنى موقف ديني يفترض أن لا تكون في حرج من أمرك، لأن الله تبارك وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجد في قلبه حرج، فلا يكن في صدرك حرج منه. هذه التصورات الدينية لا تكن في حرج منها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن نحن بشكل عام حاليا في مرحلة حضارية نعيش فيها حالة الاستضعاف. الأمة كأمة في مرحلة استضعاف.
الأمم الأخرى في حالة استعلاء. هذا الاستعلاء الذي نسميه استعلاء حضاري، بمعنى هنالك تفوق مادي، تفوق تقني، تفوق تكنولوجي، تفوق اقتصادي، تفوق سياسي. لما يكون هذا التفوق الحضاري بطبيعة الحال يلقي بظلاله على كافة التصورات، فيجعلك أنت في خانة المهزوم والمهزوز. لما قال ابن خلدون عليه رحمة الله المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب. نعم. فأنت في حالة من التقليد وتشعر بأن والله ما أنت فيه لا تستطيع أن تتبناه. فأنا أولا أحب أن أقول على المسلم أن يعتقد جازما بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام فهو الحق، ولا يعتريه الباطل. لا يأتي، هكذا قال الله، لا يأتي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد. فنحن لابد من هذه المسلمة أن ننطلق منها ونحن نناقش قضايا الأعياد. كيف ممكن أن تكون لها ربط بقضايا الأعياد بشكل عام؟ نعم، كيف ممكن أن تكون لهذه المسلمة ربط بقضايا الأعياد؟ يعني ونحن نريد الآن أن نقول أحكامنا في الأعياد. نعم. مفترض أنت لا تجد حرج في هذا الموضوع، لأن هذا موقف ديني وليس موقف مجاملات. فإذا كان والله هذا الأمر لله فيه حكم يجب أن تلتزمه. نعم. ترك الله لك فيه أيضا مساحة، هو ضمن حكم الله المباح تأتيه. فهنا الآن أحب أن أقول بأن موضوع الأعياد إجمالا هي جزء من شعائر الأديان. جميل. جزء من شعائر الأديان. فلكل دين عيد. نحن الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنصار يحتفلون بيومين في أيامهم. قال ما هذا؟ يلعبون فيه ويرقصون ويلهون. ولاحظ قال ما هذا؟ قالوا يومان كنا نلعبهما في الجاهلية هما عيدان. قال لقد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أعياد الجاهلية إلى إيه؟ إلى أعياد الإسلام. هنا نقل، يعني جعل الحالة بتاعت العيد حالة شعائرية، وهي هكذا في كل الأمم. العيد شعيرة من الشعائر، العيد شعيرة من الشعائر. نعم. فالآن مثلا نأتي إلى قضية الكريسماس. الكريسماس بالنسبة للنصارى شعيرة، عبارة عن شعيرة. هنا دعني أفصل بين نهاية العام، هذه ربما نأتيها كون والله مصادف هذا الموضوع نهاية عام، وبين أن هذه نهاية العام بالنسبة للنصارى غير المسلمين تشكل إيه؟ شعيرة دينية. جميل. فكما أني أنا الآن لا أطالب غير المسلمين في أن يتفاعلوا معي في الفطر والأضحى، بل أرى هذا شأن إيه؟ شأن ديني يخص المسلمين. نعم. يجب الطرف الآخر ألا يتحسس في ألا يتفاعل معه في شعائره الدينية. وضحت الصورة؟ هذه الصورة الأساسية اللي أنا داير أقولها في قضية الشعائر وعلاقتها بالمقدمة التي ذكرت. فموضوع الآن الأعياد، عيد كريسمس هو عبارة عن العيد المرتبط بميلاد المسيح بالنسبة لعقيدة النصارى. بغض النظر هل هذا العيد ثابت تاريخيا ما ثابت تاريخيا، هذه قضية أخرى، لأننا يعني من خلال مراجعتنا للكتب وحتى كتب النصارى لا تجد تاريخا معينا للمسيح عليه السلام إنه هذا التاريخ هو إيه الذي ولد فيه. لكن على كل أرخوا لهذا الموضوع بتاريخ معين واعتبروه تاريخ المسيح. الأمر الثاني في الديانات بشكل عام ما كانت تحرص على ميلاد الأنبياء، إنه والله ولد في التاريخ الفلاني وكذا، لم يكن ذلك من الشعائر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضية المولد جاءت في العهد الفاطمي ولم تأتي في العهود المفضلة، وبالتالي الأعياد ليست لها علاقة بمواليد الأنبياء. لكن الناس ابتدعوا ذلك، الناس ابتدعوا وجعلوه جزءا من شريعتهم. يعني هل نقول أن المسيحيين أتوا بشيء لم يأتي به أحد قبلهم في قضية الاحتفال؟ لم يكن معهودا لا في التوراة ولا في الإنجيل. يعني قضية عيد ميلاد لرسول، لا عيد ميلاد لموسى ولا عيد ميلاد لعيسى عليه السلام ولا عيد ميلاد لمحمد عليه الصلاة والسلام، ليست من الشعائر هذا الموضوع. أتى بها الناس كما أتى المسلمون بالمولد النبوي، أتى النصارى أيضا بشيء اسمه إيه؟ الكريسماس. حاليا على كل موضوع الكريسماس هو شعيرة من شعائر أهل الكتاب. جميل. شعيرة من شعائر النصارى تحديدا، شعيرة من شعائرهم. إذن هو جزء من دينهم حاليا، يشكل جزءا من دينهم المبدل. كما أن النصرانية أتت بقضية التثليث، أتت أيضا بقضية إيه؟ الميلاد. فصارت جزء من التشكيل العقدي لي أنا، وهي مكونة من كلمتين، موضوع الكريس والمس. هي عبارة عن عيد المخلص، هنا ميلاد المخلص أو مولد المخلص. هذا المخلص بالنسبة لهم ليس رسولا بشريا عاديا، لا، هو مولد الإله أو مولد ابن الإله حسب مذاهبهم.
إما أنه مولد ابن الإله، إما مولد الإله نفسه، مولد الرب أو مولد ابن الرب. فمرتبطة بهذه العقيدة قضية الميلاد نفسها، حتى لا يتصور الناس بأنه والله وين المشكلة أنه يتم الاحتفال بميلاد إيه؟ بميلاد عيسى عليه السلام. لو أنه والله كان يعتقدون بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله كما هي العقيدة الدينية المعروفة للمسلمين في عهد عيسى والمسلمين في عهد موسى والمسلمين في عهد محمد، التاريخ الديني كله يقوم على فكرة أن الرسول ليس بإله، أن الرسول ليس بإله. هم على كلنا الآن أتوا بعقيدة ارتبطت هذه العقيدة الآن بهذه الشعيرة، وبالتالي صارت لها علاقة بمسألة التثليث ولها علاقة بمسألة ميلاد الرب. إذا نقول أن الكريسماس هو هي عيد من أعياد النصارى احتفالا بميلاد المسيح. نعم. طيب هل يجوز للمسلم أن يحتفل بمثل هذه المناسبات أو أن يشارك في الاحتفال فيها، كونه قد يكون مثلا المسلم يعيش في مجتمع غربي أو مخالط لزملاء في العمل أو أصدقاء ممكن أنهم في أعياد المسلمين يهنئونك أو يباركون لك، فهل يجوز في هذا التهنئة والمباركة؟ أحسنت. سأتي إلى قضية أنهم يفعلوا وأنت تفعل، هذه نأتيها، لكن أنا ذكرت في البداية إذا اعتبرنا بأن هذا الاحتفال له علاقة بالجانب الديني، فكل الاحتفالات والمناسبات اللي صبغتها دينية لا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال مشاركتهم فيها. المشاركة فيها للمسلم لا يجوز بأي حال. هذه سبحان الله تكاد تكون محل إجماع عند المسلمين وخاصة المذاهب الأربعة، بل منهم من ذهب مثل المذهب المالكي والمذهب الحنفي إلى أن المسلم الذي يشاركهم هذا الموضوع تعظيما لذات اليوم وربما تماهيا مع عقيدتهم فإنه كفر بالله ورسوله. لكن إذا فعلها مجاملة وكذا قد تكون قضية أخرى، لكن أنا أقصد من الناس من يندفع إلى هذا البعد. فلا يجوز للمسلم شرعا، لا يجوز للمسلم شرعا المشاركة في مناسباتهم الدينية، لأنه أنا لا أطالبهم أيضا المشاركة في مناسبات الدينية. وبالتالي هذه المناسبة تحديدا لا يكاد في كتاب الله تبارك وتعالى تنديد وشجب واستنكار كما هو في قضية وقالوا الله عز وجل يقول مسألة النسبة الولد لله، نسبة الولد لله. يقول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إلى آخر الآيات. فأنت لاحظ هذا الطرق لا تكاد تجد مثله في القرآن. السماوات والأرض والكون كله يضطرب لهذه الحالة اللي نسبة الولد لله سبحانه وتعالى. فالمسلم تغضبه هذه العقيدة ولا ترضيه ولا تشرفه ولا يمكن أن ينتسب إليها بأي شكل من الأشكال ولا يفرح مع أصحابها، لأنه إن فعل ذلك مقرا لهم على ما هم عليه والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من تولاهم فيما هم فيه من عقائد وتصورات وتصور نفس هذا التصور فإنه والعياذ بالله يكون مفارقا للإسلام. وبالتالي لا يجوز للمسلم أولا مشاركة غير المسلمين في أديانهم لأن ذلك من شعائرهم، ولا يجوز كذلك بحسب ما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة وفنده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في أنه لا يجوز أيضا تهنئتهم فيما يتعلق بالخصوصية الدينية هذه. طيب هل يعني ذلك بأنه قطيعة كاملة بيننا وبين هؤلاء النصارى الذين يساكنوننا في الديار ويؤكلوننا ويشاربوننا وجيراننا وكذا؟ لا، كل ما يتعلق بالجوانب العادية، عندهم عزومة، عندهم طفل اتولد، عندهم شخص مات، عندهم شخص اتزوج، هذه المناسبات ذات الطابع الاجتماعي شاركهم فيها، تهادى معهم، زورهم إذا مرضوا، أعطهم إذا احتاجوا، سلفهم إذا أقرضهم إذا احتاجوا إلى كل الجوانب الاجتماعية والطابع الاقتصادي ما عندنا مشكلة. نعم. الجانب الديني الذي له علاقة بالمعتقدات فارقهم فيه. جميل. هنا طبعا حيأتي سؤال، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للشخص وهو بين أمه وأبيه يقول له وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه، أنت أمك وأبوك ذل أقرب الناس إليك، أليس كذلك؟ ومع ذلك الله عز وجل في الجانب العقائدي فارقهم، لكن صاحبهما في الدنيا إيه؟
معروفة. نفس الطريقة نحن نصاحب النصارى بالمعروف في دنيانا، في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، في بناء دولة، في كل القضايا الاجتماعية موجودة، وربما هنالك الكثير مما نلتقي فيه، لكن الجزئية العقائدية يمنعنا ديننا من أن نشترك معهم فيها لما له مساس بعقيدتنا. هذه تقريبا إذا الحكم الشرعي باتفاق المذاهب الأربعة أنه لا يجوز الاحتفال عقديا بهذا اليوم. نعم. والمجاملة في هذا فيها لها أحكام أخرى. نعم. طيب ماذا عن بعض المحلات أو بعض الأسواق التجارية تحط عروض يعني، أو يعني عروض تجارية بهذه المناسبات؟ هل يحل للمسلم أن يستفيد من هذا؟ أو على صعيد آخر مثلا على الصعيد الشخصي، إذا صار فيه هدايا من الأقارب أو كذا وأهدى إليك هدية أو الجار أو كذا، كيف التعامل معها؟ كل هذه القضايا التي لها علاقة بالصبغة الدينية أولا يجب على المسلمين اجتنابها تورعا ومفارقة للتشبه. جميل. يعني أنت لا يمكن أن تقول لي أنا والله أكفر بهذا اليوم وأكفر بالعقيدة التي هي فيه ولا أراها صحيحة، ثم بعد ذلك تريد أن تتكسب من خلالها، فهذا لا يجوز بأي شكل من الأشكال. وبالتالي قضايا الهدايا وقضايا البيوع والأشياء اللي تحصل في مثل هذه القضايا على كل إذا ارتبطت باليوم الديني ففيها إشكال. لا نقول حرمة في ذاتها، لكن على الأقل ستكون فيها محل إشكال بما يسمى بتحريم الوسائل. لكن إذا كان مثلا ما يباع في ذاته فيه مثلا أصنام، فيه مثلا صلبان، فيه الشجرة، فيه هذه بلا شك هي أيضا لها حرمة ذاتية وليست حرمة الوسائل فقط يعني. لكن الذي فقط يريد أن يستثمر في هذا الحدث فقد يدخل في مسألة سد الذرائع ومخالفة الورع ومخالفة على كل ما ينبغي أن يكون. وبالتالي هذه القضايا تجنب المسلم فيها أولى. طيب ممتاز. ماذا عن الصعيد الدولي شيخنا؟ إذا كانت دولة مسلمة هل يجب عليها أن تمنع مثل هذه الاحتفالات، مع أن الدولة يعني فيها كثير من الديانات المختلفة؟ هل يجب منع مثل هذه الاحتفالات قانونيا استنادا على الشرع في هذا، أم ماذا يجب على الدولة المسلمة؟ طبعا نحن هنا يعني خلينا نفرق بين الأفراد والدول. نعم. الدولة بطبيعتها جامعة لكل المكونات، وكل المكونات ستعبر فيها عن عقائدها. غاية ما يمكن أن تفعله الدولة، خاصة نحن هنا نتكلم عن الدولة المسلمة، إذا كان هنالك دولة للمسلمين، غاية ما يمكن أن يكون هو مسألة الإجهار والإصرار، لكن لا تستطيع أن تمنع، لأنه أصلا أنت أقريتهم على ما هو أكبر من الاحتفال، أقريتهم على دينهم وأنهم والله الجانب العقدي لا تتدخل فيه، لكم دينكم ولي دين، وحق الحياة متاح لهم ومكفول لهم في ظل الدولة. فقط هنالك من الاشتراطات ما يمكن على كل أن يخضع للقوانين، طبيعة الاحتفال، حجم الاحتفال، الصورة التي يظهر بها الاحتفال، مؤذية للمسلمين ما مؤذية للمسلمين. هذه قضايا على كل فرعية يمكن أن تناقشها المؤسسات التشريعية في كل بلد، لكن الأصل لا تستطيع أن تمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بما فيها حق الاحتفال. ولكن ممكن أن يكون والله الاحتفالات تكون في كنائسهم، الاحتفالات تكون بحجم معين تتناسب مع الكتلة البشرية الموجودة في البلد المعين، كل ذلك يمكن أن ينظم ويقنن. ولكن الدولة بشكل عام لا تحرص على أن تفرض على الناس ممارسات شعائرية معينة. إذا الموضوع عائد للمؤسسات التشريعية وليست الدولة بحجم. نعم. طيب الاحتفال برأس السنة شيخنا، والظاهر في هذا أنه احتفال ببداية عام جديد وانقضاء عام منصرم وما إلى ذلك، هل الحكم فيه مختلف عن حكم الكريسماس أم الأحكام مختلفة؟ هو للأسف الشديد الآن طبعا حاصل تداخل بين الأمرين. نعم. حاصل تداخل بين الأمرين، ومعظم الفتاوى على كل التي يعني وقفت عليها، سواء مجامع، مشايخ، دعاة معتبرين، هؤلاء يرون أن قضية الاحتفال برأس السنة لارتباطها عموما بمسألة الأعياد، أعياد الكريسماس، فتجنبها بالنسبة للمسلم أولى، تجنبها بالنسبة للمسلم. لكن إذا خلت عموما من أي حالة عقائدية أو أي شيء له صلة بالجانب التعبدي الديني لغير المسلمين، فهي كغيرها، مثل أن تبارك للشخص الجمعة وتبارك له الشهر وتبارك له الأشياء الجديدة، كذلك يمكن أن يحصل مباركة في الأعوام، وهذه تحصل أحيانا بين المسلمين أنفسهم، وقد تحصل بين المسلم وغير المسلم. هذه على كل أقل مما كنا نتكلم فيه من حيث الحكم. هل ارتباطها بالكريسماس هو الذي يشوش، أقول هو الذي يشوش عليها. يعني من الناس من يرى أن هنالك ارتباط مباشر بين نهاية السنة وبين الكريسماس وتأخذ حكم الكريسماس، فإن تجنبها أولى. جميل. طيب مثل هذه الاحتفالات هل تمس ركائز عقدية في الإسلام، أم أنها يعني
ظاهرية، ما الحكم فيها؟ هو العيد من حيث هو شعيرة من الشعائر، لكن هذا العيد متعلق بعقيدة بالنسبة للنصارى، وهذه العقيدة بالنسبة لك لو اعتقدتها خرجت من دينك. العقيدة التثليث تحديدا لو اعتقدتها، أو عقيدة حتى بعيدا عن التثليث، لو اعتقدت أن لله ولد أو أن الله ولد، والله عز وجل يقول قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه العقيدة المبسطة يمكن تذكر في حلقات عديدة نحن تكلمنا فيها. ركيزة الدين تقوم على هذه صورة الإخلاص، يعني التصورات تقوم على هذه، تصور المسلم يقوم على هذه. وبالتالي عندما أنت تريد أن تقول لي والله هذه عقيدتي وأنا ثابت عليها وأرى تماما باطل كل التصورات الأخرى، ومع ذلك أجاملهم، هذا وضعه أهون من أن يشاركهم بصورة مختلفة. عموما هو قد يكون عاصي، قد يكون وقع في محرم كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، فيقول إذا إن لم يكن قد وقع في الكفر فهو بلا شك قد وقع في المحرم. نعم. وأن تقول للسكران تبارك له سكره أهون من أن تبارك لصاحب التثليث عقيدته. نعم. هذه لأن لها علاقة بالتصورات والعقائد. فعموما يعني من الصعوبة أن تتصور مسلم يتصور دينه وعقيدته وأهمية التمسك بهذه العقيدة وأهمية دعوة الآخرين إليها وأهمية أن يدعو هؤلاء النصارى نفسها إلى أن حبا لهم وحرصا على نجاتهم وحرصا على أن يكونوا والله من أهل الجنان باعتقاد عقيدة التوحيد. لا يمكن أن تفرح بما هم عليه، بل يجب أن يكون هذا اليوم بالنسبة لك يوم حزن، يعني ليس يوم فرح، بناء على حتى تجاوبا مع الكون الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يعني هذه الجمادات أن تكون في مشاعرها وأحاسيسها إنجاز التعبير أفضل منك أنت الذي تزعم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه إشكالية على كل كبيرة جدا، وبالتالي ليس أمرا بسيطا. يعني من تصور بأن والله القضية بسيطة، ليست بسيطة. وبالتالي يعني نظرا لهذا النوع من الاختلاط كان بعض أهل الإفتاء حتى في ديارنا تكلموا في قضايا منعوها سدا للذريعة وليس لأنها محرمة. أحيانا بعض الأشياء أنت تمنعها لأنها ستخل بعقيدة المسلم وستجعله يتهاون مع الباطل، يتهاون مع الشرك، يتهاون مع المعصية. ما الضابط في هذا؟ ما الضابط في قضية سد الذرائع وتحريم الحكم الشرعي؟ على كل الضابط فيها في نهاية المطاف والمفتي عليه أن يقدر إذا كان والله عمليا نحن في مرحلة ينداح فيها الكفر اندياحا كما هو الآن مبسوط عندنا في العالم العربي والإسلامي، الديانة الإبراهيمية التي تريد أن تجعل كل الأديان الباطلة والأديان الحق كلها بمستوى واحد وأن يتعاطى معها المسلم. في مثل هذه الأوضاع تبني سد الذرائع أولى من فتحها. يعني المسلم أن تبين له المخاطر وأن تبين له، لأنه هو الآن الإعلام والسياسة والمنظمات الدولية والحكومات كلها تعمل في خدمة عقيدة باطلة، وهي عقيدة التي سموها الديانة الإبراهيمية. وفي مثل هذا العطاء يأتي التساهل في الفتاوى، ويأتي واحد ليقول لك والله ما فيها شيء. ففي هذه المرحلة لو افترضنا أنه والله في مراحل أخرى قد تكون تساهلت لأن الصورة واضحة عند المسلمين، الحق حق والباطل باطل، يمكن أن يتساهل الإنسان اجتماعيا. لكن في المراحل التي تقتحم فيها أسوار العقائد الدينية والثوابت الدينية بالنسبة للمسلمين لا بد هنا أن تعمل سد الذرائع ولا تعمل على فتح الذرائع. طيب شاكرين لك شيخنا. للحديث بقية بإذن الله. تبقوا معنا مشاهدينا الأفاضل ولكن بعد هذا الفاصل القصير. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء
15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ عدنا لكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان بعد هذا الفاصل القصير. طيب، عودا على بدء شيخنا، ماذا عن مشاركة أعياد المسلمين مع غير المسلمين، كأن يدعو المرء جاره أو زميله الغير مسلم إلى عيد الفطر أو عيد الأضحى؟ هل في هذا أحكام شرعية أو أنه لا بأس بها؟ طيب، بالنسبة لمسألة الأعياد، أنا ذكرت بأنها هي مسائل شعائرية، مسائل تتعلق عموما بكل دين. لكن إذا كان والله الدين الذي أنت تنتسب إليه لا يمنع من أن يشاركك الآخر، وفي نفس الوقت تنظر إلى أن شعائرك قائمة على الحق وليس على الباطل، وقائمة على المعروف وليس على المنكر، فهنا الوضع يختلف. بالنسبة لنا نظرتنا على الأقل في الإسلام هو أن أعيادنا وقيمنا وديننا ورسالتنا التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهي رسالة الحق، وبالتالي ليس أو هكذا ينبغي، لا ينبغي أن يكون فيها ما تستنكره النفوس والعقول ولا تستنكره الشرائع. فمن حيث أن يشارك مثلا المسلم جاره وأن يناديه في المناسبة وأن يشاربه ويؤكله، في ديننا ليس هنالك ما يمنع. بالنسبة لنا ليس هنالك ما يمنع من أن تدعو جارك أو يشاركك الأكل ويشاركك الشرب ويشارك، ليس في ذلك ما يمنع. ولكن هذا لا يعني بأن أنت تعطي الحق لنفسك أيضا أن تشاركه. مثلا أعطيك مثال أكثر قربا. أنت الآن كمسلم مثلا لا يجوز لك أن تجلس في منضدة فيها خمر،
وعندما تدعو جارك لا تأتي أيضا بالخمر في منضدتك. نعم. فعندما تأتي تلتزم بضوابط الشريعة، وعندما تذهب إليه أيضا إن وجدت ما هو محرم هناك فلا تجلس. وضحت الصورة؟ ده في الأكل والشراب. فما بالك عندما يكون الأمر له علاقة بالتصورات والعقائد تفارق الوضع. هذه الجزئية اللي نحن نحب أن تكون عند الناس واضحة. بالنسبة لنا ننضبط في أعيادنا بالتوحيد، ننضبط في أعيادنا بالمعروف، ننضبط في أعيادنا بالأحكام الشرعية، وبالتالي لا يكون هنالك إذا كان صاحب الدين الآخر يرى مشاركتي أنا في عيدي تشكل له مشكلة، أعذره، ما عندي مشكلة، ولا أخذ في نفسي ولا أقيم الدنيا ولا أقعدها. لماذا؟ احتراما لعقيدتي. أقول والله عقيدته لا تسمح بأن يشاركني عيد الأضحى ولا يشاركني عيد الفطر، فليست هنالك مشكلة ببساطة شديدة يعني. طيب قد يكون هذا، قد يقول في هذا قائل في دينهم تسامح أكثر مما يوجد لدينا، إذا أنهم ممكن أنهم يتشاركون معنا الأعياد ولا نستطيع. لا، هو ما هنا تبقى قضية التسامح نفسها مسألة تحتاج إلى ضبط. نعم. وضع التسامح. أنا بالنسبة لي متسامح في نطاق شريعتي. المساحة التي تعطيني إياها الشريعة أتسامح فيها. المساحة التي تقول لي الشريعة هذه ليست مساحة مجاملة ولا مساحة تسامح ولا مساحة إنه والله تأخذ فيها وتعطي مع الآخرين، هنا أضيق على نفسي. مثلا الشريعة الإسلامية قالت إذا أنت جالس مع غير المسلمين وخاضوا في أمر باطل، استهزاء بالدين، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالرسالات، استهزاء بقيم الحق والفضيلة وكذا، الله قال لك لا تجالسهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا إيه؟ في حديث غير. نعم. فإذا أنا محكوم بضوابط، محكوم بشريعة، محكوم في المساحة اللي ربنا يقول لي والله جالسهم. الآن هذه الآية وضحت إنه متى أجالسهم قال لك والله لما يخوضوا في حديث آخر، حديث فيه نفع لي في ديني أو دنياي، حديث بدأ يعتدي على خصوصية الدينية، يستهتر بديني، يستهتر بعقيدتي، فإن ذلك مما يخل، وبالتالي هنا ليست مساحة مسامحة. فقضية إنه والله هم أكثر تسامحا أو نحن أكثر، هذه متروكة لي طبيعة كل دين. نعم. هو يتحرك ضمن حركته الدينية وما هو مسموح له، وأنا أتحرك أيضا ضمن هذه المساحة المسموح بها دينيا، وبالتالي لا أشعر أن المساحة التي منعتني منها الشريعة لا أشعر فيها بأنه والله ضيقت علي، لا. نعم. والمساحة التي أعطتني إياها، وهذا أنا أشعر أنها أوسع مساحة. يعني لاحظ نحن الآن تكلمنا في جوانب اجتماعية، جوانب سياسية، جوانب اقتصادية، أشياء كثيرة أنت تشترك معه، لكن قلنا لك فيما يتعلق بجانب العقيدة والتصور هذا لا تشاركهم فيه. وضحت الصورة؟ إذا ليش أنا والله عندي 4 أخماس من الحياة مسموح فيها أن أشاركه، عندي خمس اعتبرها الشجرة الملعونة في القرآن أو الشجرة التي قال الله لا تأكلوا من هذه الشجرة. هذه نقطة الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمسلم الذي ينظر إلى أن هذه الجزئية المحرمة بنظرة تلك الشجرة التي قال الله فيها لا تأكلوا من هذه الشجرة، يجب أن يبتعد عنها ويعيش باقي حياته في الجنة الواسعة. وليش هو بس مضيق نفسه والله شايف من الجنة كلها لا تعجبه إلا إيه؟ هذه الشجرة اللي لا. فنحن نطالب المسلم بأن يكون تسامحه في إطار عقيدته. إذن كيف ممكن نفسر موضوع التسامح؟ إيش الضوابط في هذا؟ ما هي الخطوط الحمراء أو الحدود المتبعة التي يجب على المسلم أن يلتزم بها؟ هنالك على كل قضايا، الآن أنا ذكرت قضايا العقائد ليست محل تسامح. نعم. فأنت مثلا لا يمكن بأي حال من الأحوال مثلا واحد يقول لك والله يا أخي أنت تقول الله واحد وهو يقول الله 3 أو هكذا التركيبة، فنقوم والله حتى نتسامح نقول لا الله 2، هذا كفر. لاحظت؟ ولا يعني بمنطق الرياضيات تسامح، صح؟ بمنطق الرياضيات والله أنت اقترب قليلا وأنا اقترب قليلا، لكن هو خرج من دينه وأنت خرجت من دينك. لاحظت؟ فهو كفر وأنت كفرت، هو كفر بحساباته هو وأنت كفرت بحساباتك أنت الدينية. فهذه الجزئيات المتعلقة بالعقائد والتصورات الضابط فيها وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني قضايا الحق، وهذه من قضايا الحق طبعا قضية الله تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما عداه هو الباطل. طيب الله أعطانا تصور لذاته أنه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. جاءني شخص يقول لا نحن تصورنا للإله الأب والابن والروح القدس 3 في واحد، أقول هذا باطل ولا يجوز. هذه الجزئية ليست محل تسامح، إنما أنت مأمور فيها بأن تقول الحق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب المساحات اللي فيها فرصة للمجاملة ذكرت لك بأن والله في عالم الاقتصاد
هنالك نقاط كما أنت تتعامل مع المسلم في أشياء محرمة وفي أشياء غير محرمة، نفس الطريقة بالنسبة لغير المسلم. أنا مثلا مع المسلم لا أتعامل بالربا، مع غير المسلم لا أتعامل بالربا. مع المسلم لا أتعامل بالغش، مع غير المسلم لا أتعامل بالغش. مع المسلم لا أتعامل في البيوع المنهي عنها، مع غير المسلم لا أتعامل أيضا في البيوع غير البيوع المنهي عنها، وهكذا. هذه مساحات متاح فيها أن تتعامل مع قضايا القروض، قضايا الرهان، يمكن أيضا أعطتك الشريعة مثلا أن تتزوج منهم، ولكن لم تعطيك أن تزوجهم، وهذه طبعا جزئية لها طابع آخر على كل تحتاج إلى تفصيل. كل ذلك مساحات للتسامح، أن تزورهم وأن يزورونك في الحياة الاجتماعية العادية. عندهم مناسبة الزواج تشترك معهم، عندهم مناسبة وفاة تصبرهم وتقف معهم وتساندهم وتخفف آلامهم إلى غير ذلك من المساحات التي نحن نعتبرها مساحات مساحات تسامح. جميل. يقول الله تعالى في هذا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أليست الحكمة تقتضي التعايش التام مع جميع الأديان في هذا؟ كيف لنا أن نوفق بين التعايش والدعوة إلى الشريعة الإسلامية؟ جميل. بالنسبة لمسألة الحكمة، طبعا كثير من الناس للأسف الشديد طبعا يكون عنده مشكلة في تحرير المصطلح القرآني. ماذا تعني الحكمة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هنا نلاحظ أن الحكمة مثلا الوصايا العشر حكمة في القرآن الكريم تسمى حكمة، بمعنى هنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي أنك تدعوهم إلى توحيد الله وبر الوالدين وعدم قتل النفوس وعدم الفواحش، تدعوهم إلى ذلك. ذلك مما أوحى إليك من الحكمة، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك مما أوحى إليك ربك من شنو؟ من الحكمة. فأنت تدعو إلى كل ذلك. فالدعوة إلى الحكمة لا تعني المجارة في الباطل. لو ذهبنا إلى المعنى الآخر وسعنا مفهوم الحكمة لتشمل كل ما هو نافع للناس، فيكون معنى الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، وضع الحلال في موطن الحلال، وضع الحرام في موطن الحرام، وضع المباح في مكان المباح، وضع المكروه في مكان المكروه، وضع المحرم مكان المحرم. هذه هي حكمة. الشخص الذي يريد أن يجعل والله ما هو حرام يجعله حلال بمظلة الحكمة، هذا لم يأتي الحكمة، ولكنه خرج من دائرة الحكمة لأنه لم يفعل ما ينبغي. فالحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه حكمة. فأنت في هذه اللحظة مأمور أن تدعو إلى الله وأن تقول كلمة الحق، هذه حكمة. أنت في هذا الموطن مأمور أن تفارق أهل الباطل، هذه الحكمة. سبحان الله، بعض الناس لا يدركون معنى الحكمة بهذه الصورة إلا لما يدركوا أن هذه نفسها دعوة رسالية. أنا عندما أقول لصاحب الديانة التي تقوم على التثليث أو على أن الله له ولد أو له صاحبة أو أن الله له تاريخ ميلاد، لما أنا لا أشاركه فيما هو فيه، فإن من أعظم الحكمة، لأنه سيقول لماذا لم يشاركني، وبالتالي أنت أتحت لنفسك فرصة لأن تدعوه وتبين له لماذا لم تشاركه. فبالتالي أنت فتحت باب للحكمة في أنك والله تدعوه إلى الله تبارك وتعالى على الدين الصحيح. فعلى كل موضوع الحكمة نفسه يحتاج إلى تحرير وتدقيق، لأن كثير من الناس بس ماسك في قصة الحكمة ومتصور الحكمة هي الكلمة شنو؟ الكلمة اللطيفة الجميلة. هذه واحدة. النقطة الثانية في غير جوانب العقائد، أقول للشعوب المسلمة التي في ديار الكفر قد يتسامح لهم في بعض الأمور التي لا نتسامح فيها في ديار المسلمين. وضعت عندك؟ يعني أحيانا ممكن والله بعض الأشياء اللي ما داخلة في قضية الحق والباطل والكفر والإيمان، هنالك بعض الأشياء اللي نحن والله في بلاد المسلمين لا نفضلها ولا نحبذها، لكن أنا أقول لمن يعيش بينهم إن لم يفعل ذلك قطع الصلة بينه وبين هذه المجتمعات. أقول له لا، افتح المسألة. مثلا بعض الإخوة كانوا متشبثين بقضية عدم البدء بالسلام، أنك لا تبدأ الكافرين بالسلام، وهي إشكالية كبيرة. أنت شخص قاعد معك في مكتب تشتغلوا مع بعض، واحد قال لي أنا أدخل يكون هو سبقني إلى المكتب وآتي ولا أسلم عليه، قلت له من قال لك ذلك؟ قال لي والله الحديث اللي يقول لا تبدأوهم بالسلام. قلت له أنت أتيت الآن من المشكلة عندك في فهمك وليس من النص. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانت فيه المعركة بتاعت بني قريظة أو الحالة بتاعت بني قريظة تتهيأ،
وقد نقض بنو قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني قريظة تحالفت مع الأحزاب، فعلم النبي بذلك فقال لأصحابه غدا إذا صبحتم فلا تبدأوهم بالسلام. جميل. خلاص هو الآن لحظة حرب. قلت له هذه حالة حرب، النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أصحابه أن لا يعطوهم أمان، لأن إذا قال لك السلام عليكم معناه أعطيته إيه؟ أمان. أعطيته الأمان. لكن ما عدا ذلك الله يقول لك إذا حييتم بتحية فحيوا إيه؟ بأحسن منها. مسلم أو غير مسلم حياني أحييه بما هو أفضل. فعلى كل أيضا دعني أقول هنا أيضا نفرق بين المجتمعات. بالله عليك ما الذي يجعل مثل أرض الجزيرة العربية التي هي 100% مسلمون أن يقيموا الدنيا ولا يقعدوها بعيد الكريسماس؟ إيش علاقة هذا الموضوع؟ أنا قد أقول والله الجاليات المسلمة اللي موجودة في أوروبا من حقها المجامع الفقهية هناك أن تبحث لها عن مساحات إيه؟ عدم قطع العلائق. ما الذي يجعلني أنا وجاري مثلا موجودين يوجد لهم مخارج، لكن شخص بالله في بلاد كلها مسلمين أنت تناقش الآن قضية إيه؟ وأرض التوحيد تناقش الآن قضية إيه؟ كما قال أحدهم اللي هو صلاح من اسمه اللاعب الرياضي قال اليوم مكة وأبو مكة وأم مكة يحتفلون بالكريسماس. يعني استهزاء، يعني قد يخرج صاحبه والعياذ بالله من دائرة الإسلام إذا كان يتصور بأن والله كأنما الكعبة كلها ومكة المكرمة صارت تطوف به. هذه إشكالية كبيرة عقائدية تصور للأسف الشديد، وهذه بعضها يدخل في المناكفات السياسية، مناكفات الرياضية، مناكفات الوطنية، مناكفات القبلية، وهي للأسف الشديد تخرج بصاحبها من دائرة الإسلام أحيانا إلى دائرة الكفر وهو لا يدري. يعني هو يتصور أن المسألة بسيطة وتحسبونه هينا وهو عند الله إيه؟ عظيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فأنا أقول من هذه المنصة إن شاء الله قضايا الأديان يجب أن لا نحولها ساحة للتلاعب والاستهتار والاستهزاء، لأن الله عز وجل حكم على من يستهزئ بدينه بالكفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه من المسائل على كلنا المهمة جدا لا بد الناس أن تنتبه إليها. ولكن أنا بشكل عام أقول المسلمين الذين يعيشون في بلدان فيها ربما اختلاط كبير جدا بين المسلمين والنصارى، في جاليات في بلدان هنا في المساحات على كل غير الدينية يتوسع لهم ما لا يتوسع للبلدان اللي 80% 90% منها إيه؟ منها مسلمين. طيب ماذا عن الأعياد غير المشروعة، غير عيد الفطر وعيد الأضحى، مثل أعياد الميلاد أو أعياد رأس السنة أو الاحتفال بالمولد النبوي؟ هل هذه أحكامها محرمة أم ما الأحكام فيها؟ على كل هذه مسألة طويلة، أنا أفضل الآن لا نزجها في الحلقة لسبب بسيط، لأنه نحن الآن هذه الجزئية لها علاقة بالجانب العقائدي. القضية الثانية اللي ما كان خارجا عن الجانب العقدي وما كان خارج عن الجانب التعبد الشعائري فهي محل خلاف على كل بين الفقهاء. منهم من يرى إنه لا نشدد في الناس في القضايا بتاعة المعاملات والعاديات ما دام أنها عاديات عادية، يعني عاديات معنى معاملات عادية ولم يرد بشأنها منع خاص والأصل فيها الحل. فهي يعني كثير من القضايا شخص يعمل أشياء لنفسه، مثلا مناسبة خاصة به، أحيانا مناسبة خاصة بزواجه، مناسبة خاصة بنجاح أطفاله. على كل المناسبات الاجتماعية التي لا علاقة لها بالطابع الديني لا حرج أن تشارك جارك سواء كان مسلما أو غير مسلم، ما في ذلك حرج. لكن أنا فقط في هذه الحلقة أحب أن أنبه إلى أن المسلم عليه أن يجعل فاصلا بينه وبين غير المسلم فيما يتعلق بالشعائر ذات الطابع التعبدي الديني. أما الأمور الأخرى العلاقات الإنسانية تظل إن شاء الله علاقات عادية وليس فيها ما يمنع. إذن القضية في الكريسماس ليست فقط كونها عيد غير مشروع عندنا، بل هي قضية عقدية وركيزة أساسية في حياة نعم المسلم. هي كذلك، نعم هي كذلك، لها علاقة بمسألة التوحيد ولها علاقة بمسألة التصورات، والمسلم حساسيته عالية جدا في مسألة هذه الجزئية تحديدا، جزئية العقيدة القائمة على التوحيد والعقيدة الأخرى القائمة على التثليث. وبالتالي هنا المسلم في مثل هذه الأوضاع، يعني كان السلف رضوان الله عليهم يقولون لا تذهبوا لهم في أيام أعيادهم فإنها قد تكون ساحة خسف. يعني بعض السلف كان يتوجس حتى من أن تكون والله مثل هذا اليوم الذي هو أنت قد تكون والله كمسلم مهمتك فيها أن تبلغ وتبين، لكن قد تتصور بأن الله قد ينزل عذابه على عباده الذين عصوه، فأنت تتجنب على كل ما يؤدي إلى سخط الله تبارك وتعالى. ولا يوجد أكثر سخطا لله في مثل من يقول أنا لله صاحبة أو له ولد، كما قال الله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. فالله عز وجل لم يكن له ولد ولم تكن له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فهذه الجزئية هي عموما
تجعل موضوع الكريسماس وموضوع الأعياد بتاعت الأعياد المسيحية بالنسبة للمسلم محل إشكال. طيب، توجيهكم الكريم شيخنا في نهاية الحلقة لمن انغمس في المجتمعات الغربية أو اختلط ولم يرعى الحدود الموضوعة له في مثل هذه الأعياد. على كل نحن ننصح كل مسلم سواء كان في ديار الإسلام أو في غير ذلك. نحن الآن للأسف الشديد لم تعد مشكلتنا غير المسلم في بلاد غير الإسلامية. للأسف الشديد صارت مشكلتنا الآن في البلاد الإسلامية. فمثلا لاحظ بعض المؤسسات الدينية التي حارب شيخ الإسلام ابن تيمية واعتبرت المدرسة التي ينتسب إليها ابن تيمية وأتباعه هي مدرسة الاتباع ومدرسة الدليل، وحاولوا أن يقولوا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية خرج عن المذاهب الأربعة، وللأسف بعض المؤسسات الدينية في العالم العربي. ثم لما جئنا إلى قضايا لها علاقة بالمذاهب الأربعة خرجوا إلى دائرة الاجتهاد وقالوا والله نجتهد. طيب أنتم عبتم على شيخ الإسلام ابن تيمية الاجتهاد في مسائل ظننتم أنها محسومة عند المذاهب الأربعة. طيب لماذا أعطيتم لأنفسكم الحق في أن تجتهدوا في مثل هذه الأمور ولم تعطوها لإيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الأهواء لاحظ كيف تنتقل بالناس. يعني مثلا مؤسسة دينية تقول لك والله شيخ الإسلام لم ينضبط بالمذاهب الأربعة. أنا الآن سبحان الله وأنا أفكر في الإعداد لحلقتنا حاولت قدر الإمكان أن أجد من العلماء المعتبرين في المذاهب الأربعة من يعطينا مساحة في هذا الموضوع. وجدت الأئمة الأربعة يصعبون المسألة. أعلاهم المذهب الحنفي والمالكي يكفر، لاحظ يكفر ولا يحرم فقط، يكفر من يرى أنه يشارك النصارى في هذا اليوم حبا ليومهم أو حبا لدينهم. هذا طبعا يقول لك، والآخرين يحرمون. فالشاهد أنه والله لا نجعل حقيقة هذه المساحة هي مساحة تساهل، مساحة مجاملات، لا، جامل فيما هو خارج عن هذه الدائرة، سامح فيما هو خارج عن هذه المساحة. وخاصة أنا أقول بالنسبة للغرب الذين يعيشون بأبنائهم هناك، إذا رأك الطفل وأنت تتساهل في الجلوس مع الخمور، تتساهل في الجلوس مع الأديان المخالفة لك اللي أنت تراها باطل، ثم بعد فترة تقول له والله هذا باطل، يقول لك والله كيف هي باطل وأنت كنت إيه؟ كنت تجالسهم وتؤكلهم وتشاربهم وهم على ما هم عليه. فنحن نقول بالنسبة للحفاظ، حفاظ المسلم على دينه وعقيدته وعلى أسرته وعلى أطفاله، تربية ليربيهم تربية صحيحة، لا بد من مراعاة أحكام الله تبارك وتعالى في كل مسألة، سواء في الشعائر التعبدية أو في التصورات والعقائد أو فيما يتعلق بالأعياد التي هي جزء من الشعائر. كما استدل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مسألة الأعياد هي من قضايا المنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا منهجهم. فأنا اليوم فقط لو أتصور والله هذه الأعياد ثبتت في ديانة المسيح شرعا ثابتة، لكن جاءتني في شريعتي وألغيت، لا يجوز لي أن أتعبد بالشيء الذي جاء به عيسى وقد نسخه محمد عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان ما أتي به أصلا لا علاقة له لا بشريعة محمد ولا بشريعة عيسى عليه السلام. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم شيخنا. شاكرين لكم حسن الاستماع والإنصات والمتابعة مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، والشكر موصول أيضا لشيخي الدكتور حسن سلمان. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ولا تجعلنا نحيد عنه لأي شيء. ألا كل شيء ما خلا الله سبحانه وتعالى وحده باطل، وكل نعيم غير نعيم الجنة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. إلى حلقات قادمة متابعينا الأفاضل، تبقوا معنا في نفس الموعد وانتظرونا. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ha ha ha